دخلنا على الأجازة وبقينا زهقانين ومش عارفين نعمل ايه، فبالتالي بنتجه لأسهل اختيار وهو التليفون. فعشان أنا مش عايزك تضيع الأجازة بتاعتك هديك في الفيديو ده 20 حاجة مفيدة تعملهم في الأجازة. يلا بينا على الفيديو. أهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. أول حاجة عندنا وهي إنك تقرأ كتاب، لأن القراءة بتوسع الفهم وبتوسع المدارك وبتخليك عندك إدراك وبتفهمك حاجات أنت ما كنتش فاهمها. وممكن تبدأ بقراءة كتاب زي العادات الذرية لجيمس كلير. أنا بدأت بيه قراءتي وفعلا أثر فيا بشكل كبير وعلمني العادات وإزاي أبني عادة، وأكيد اتكلمنا عليه في القناة دي. تاني كتاب ممكن تقراه بعد العادات الذرية وهو العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية. الكتاب ده حلو قوي وأثر فيا برضه، والكتابين دول بجد بجد ممكن يغيروا حياتك. الحاجة التانية وهي إنك تبدأ تدوين اليوميات، لأن تدوين اليوميات بيخليك تخزن أفكارك وبيبقى مرجع ليك لما تيجي تعمل مراجعة شهرية أو أسبوعية أو ربع سنوية أو حتى سنوية. وكمان بيعرفك إيه الأيام اللي أنت كنت كويس فيها وإيه الأيام اللي أنت كنت متضايق أو تعبان أو مكسل فيها. يعني أنا مثلا بقالي 80 يوم ملتزم، وعرفت إن أنا يوم التلات ببقى كسلان ومش قادر أعمل أي حاجة. كل ده من تدوين اليوميات، فدون يومياتك يا عم. تالت حاجة معانا وهي تحدي ال21 يوم. والتحدي ده هو إنك تختار عادة سيئة أنت بتعملها ونفسك تبطلها، وهي تكون عادة يومية زي التليفون أو السوشيال ميديا سكرولينج، وتحاول تبطلها في 21 يوم وشوف حياتك هتتغير ازاي، فجرب. والحاجة الرابعة وهي إنك تبدأ تخطيط الأسبوع، لأنك لما بتبدأ تخطيط الأسبوع بتبقى عارف كل يوم في الأسبوع أنت هتعمل إيه بالظبط. ولو عايز تخطط تبدأ تخطيط أسبوع ومش عارف ازاي، جرب الورقة دي. أنا اقتبستها من أحمد أبو زيد وبجد حلوة جدا. أنا ملتزم بالورقة دي بقالي 11 أسبوع وبجد يومي بقى متنظم أوي، بقيت عارف هعمل ايه كل شوية. الورقة دي عبارة عن مصدو أول حاجة، وهي الحاجات اللي هتعملها في يومك. اللي تحتها هي مكان المواعيد، الحتة اللي تحتها هي مكان المواعيد. وفي الآخر الأسبوع هتكتب the good the bad the lessons، أحسن حاجة وأوحش حاجة والدرس اللي اتعلمته. لو عايز الورقة دي هتلاقيها تحت في الديسكريبشن مجانا 100%. أو الحاجة الخامسة وهي إنك تبدأ تطوير الإنجليزي، إنك لو ما عندكش إنجليزي أنت بتعمل إيه دلوقتي يعني؟ الإنجليزي هيفيدك جدا في شغلك أو في المدرسة أو حتى في حياتك عموما. فأنت لازم تتعلم الإنجليزي لأنه مهم جدا جدا، ومفيش حد دلوقتي مش متعلم إنجليزي. لازم تتعلمه، وفي مصادر كتير مجانية هسيبها لك كلها في الوصف تتعلم منها. الحاجة السادسة وهي إنك تجرب تتعلم لغة جديدة مع الإنجليزي. يعني أنا مثلا بدأت أطور الأسباني ووصلت فيه ل A2. وأنت لو طورت لغة تانية مع الإنجليزي عندك، هتقدر لو اشتغلت كفريلانسر مثلا إنك تجيب عملاء من الدولة اللي أنت اخترت تتعلم منها، وده هيكون أجره أكتر وأحسن من العربي. أو تقدر تشتغل بيها أو تقدم استشارات وحاجات تانية كتير محتاجة فيديو كامل. فتعلم لغة. الحاجة السابعة معانا وهي إنك تطور مهارة عندك. يعني مثلا أنا بتعلم من جرافيك ديزاين، وبجد مهارة كويسة. تقدر تختار بقى المهارة اللي أنت نفسك تتعلمها مهما كانت، برمجة، جرافيك ديزاين، يوتيوب، إنك تدير صفحات يوتيوب. كل ده هتلاقيه موجود على اليوتيوب مجانا 100%. المهارة اللي هتتعلمها هتخليك تشتغل بيها وتقدر تجيب دخل بالدولار، وكمان هتفيدك لما تيجي تشتغل، لأنك هتبقى معاك شنطة مهارات. فالمهارات دلوقتي في نفس قوة الشهادة أو أقوى. الحاجة التامنة وهي ممارسة الرياضة في البيت أو في الجيم، لأن الرياضة بتنمي عضلاتك ومش بتخلي عظمك يوجعك، لأن في عضلات حامية. وكمان بتفرز الدوبامين الغالي وبتعلي عندك نسبة السيروتونين. فليه ما مارس الرياضة. الحاجة التاسعة وهي إنك تجرب تصحى بدري. جرب تصحى مثلا بدري ساعة أو ساعتين عن الميعاد اللي بتصحى فيه، أو تصحى مثلا الساعة 6 أو 7، لأنك هتحس إن اليوم فيه بركة أكتر من تحس إنك معاك وقت تعمل حاجات كتير. يعني أنا مثلا كنت بصحى الساعة 10، وبدأت من شهرين إني أصحى الساعة 6:30، وبجد يومي بقى طويل جدا وبقيت باخد كورسات وبصور وبشتغل وبعمل كل حاجة. فاصحى بدري. الحاجة رقم 10 وهي إنك تشوف أفلام وثائقية، تاريخية أو علمية بقى، لأن الأفلام دي بتفهمك التاريخ كان ماشي ازاي زمان وازاي الناس كانت بتتعامل وتشتغل و... وبجد هتستفاد منهم قوي. الحاجة 11 وهي إنك تسمع بودكاست مفيد وانت في المواصلات أو وانت ماشي بدل الأغاني، لأن وقت المشي أو المواصلات بيكون طويل ساعات. فلو سمعت فيه بودكاست استفدت من الوقت كمان. وفي بودكاستات حلوة تقدر تسمعها زي بودكاست صلاح أبو المجد في بدون ورق، أو بودكاست ديفيد جوجنز مع جو روجن. كل البودكاستات دي لو عايز تسمعها هتلاقيها تحت في الوصف.
الحاجة 12 وهي إنك تنظم موبايلك وتمسح البرامج اللي بتسحب وقتك وتفتح الملفات اللي ملهاش لازمة عندك ومش بتحتاجها، عشان لما تنظم موبايلك وتخليه فيه الحاجات بتاعة التعليم أو كده بس، مش هتحتاج تمسكه كتير، فمش هتسوف عن الحاجات الأهم. الحاجة 13 وهي إنك تقعد يوم كامل من غير سوشيال ميديا أو موبايل، تعمل حاجات بقى بعيدة عن الموبايل، ترسم أو تمارس رياضة أو تقعد مع أهلك أو تخرج تقعد في مكان أو تقعد مع حد صاحبك، بس تبعد عن الموبايل تماما لمدة يوم كامل. الحاجة 14 وهي إنك تكتب أهداف ورؤية ذهنية، لأنك لما تبقى عارف أنت عايز تعمل إيه هتبدأ تجتهد أكتر نحو الحاجة دي، فمش هتبقى كسلان. يعني أنا مثلا كتبت أهداف 2026 وكتبتها على ورقة وصورتها وحطيتها خلفية للموبايل، عشان كل ما أفتح الموبايل أفتكر الأهداف اللي عندي واشوف انا لسه بمشي ناحية حلمي ولا نسيته. الحاجة 15 وهي انك تجرب تشتغل كفريلانسر او تنزل محتوى يوتيوب في الاجازة. جرب تتعلم ازاي تمنتج وتصور وتنزل محتوى وازاي تظبط قناتك، او تعلم تقوي مهارتك واشتغل بيها فريلانسر على مواقع زي خمسات او اب وورك او الحاجات دي. بس فتعلم. الحاجة 16 وهي انك تتعلم مهارة يدوية زي الرسم او النحت او الرسم او الرياضة، او اي حاجة يدوية زي انك تعمل حاجات بالورق كده، او ممكن الخزرفة، اي حاجة تعملها يدوية بايدك. فجرب. الحاجة 17 وهي انك تجرب تطبخ لنفسك طبخة جديدة كاملة. يعني انا مثلا مرة كنت عايز اجرب اعمل اكل لنفسي، فرحت عملت شاورما وكان طعمها كويس، بس من ساعتها وانا حاسس ان انا عملت حاجة جديدة وكنت مستمتع وانا بطبخ، فمن ساعتها وانا بحب اعمل الاكل لنفسي دايما. الحاجة 18 وهي انك تجرب تروح معرض الكتاب. جرب تروح انت وعيلتك وشوف الهدايا والمسابقات والكتب والحاجات اللي بيقدموها هناك وهتبقى استمتعت واستفدت وعملت ذكرى. الحاجة 19 وهي انك تجرب تغير حاجة في اوضتك او تحط فيها حاجة جديدة او تجيب لها صورة او اضاءة، لانك لما بتغير حاجة بنفسك وتبقى اعتمدت على نفسك بشكل كامل فيها، بتحس انك بالثقة وانك تقدر تعمل اي حاجة لنفسك، مش بتبقى يعني مش عارف انا مش هقدر اعمل كده او كده يعني. الحاجة رقم 20 والأخيرة وهي ارتاح. جرب اعمل يوم لنفسك تعمل فيه حاجة انت بتحبها او تتفرج على فيلم او تنام او ترتاح بس حتى، بس اهم حاجة انك تخلي اليوم ده ليك بس ترتاح فيه. ندخل على فقرة المقولة، ومقولة النهاردة كاتب كتاب العادات الذرية جيمس كلير. بيقول كل فعل تتخذه هو صوت لصالح الشخص الذي تريد أن تصبح عليه. قصده إن كل حاجة أنت بتعملها بتكون طوبة في بناء الشخص اللي أنت نفسك تكون عليه في المستقبل. بس كان معاكم يوسف من كافي دوز، متنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.